اهلا بكم معايا في فيديو جديد. نورتوني. النهارده هنعمل فيديو سريع ولذيذ في 6 ايام. هناكل احلى ليمون اللي انا فتحت عليه ده بعد 6 ايام كنت عاملاه. الليمون السريع بطريقه سهله جدا. شايفين الصوص بتاعه جميل ازاي؟ ما شاء الله. وانا فتحت واحده ودقتها طعمها تحفه ما شاء الله، جميله قوي اهي. بصراحه طعمه جميل جدا. عايزة تخلي لي اصفر تخلي لي اخضر، هي نفس الطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة. انا اطلع لكم برضو شوية من البرطمان كده حلوين تشوفوه كويس في الطبق اهو. شايفين شكله؟ ما شاء الله جميل ويفتح النفس. ان شاء الله طريقة النهاردة هتعجبكم. يلا تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. انا جبت معايا كيلو من الليمون بالشكل ده، كان اخضر في اصفر بالشكل ده. عايزه تجيبيه كله اصفر ينفع، عايزه تجيبيه كله اخضر ينفع. ومعنا ورق لورا وفلفل حامي. الورق اللورا يا جماعه مهم جدا في المخللات، بيحافظ عليها يديها العمر الطويل ويديها القرمشه. معايا هنا الليمون جبته على النار وسبته يغلي 5 دقايق بالشكل ده. انا مش عايزاه يتهرى مني، عايزه تزودي 10 دقايق تمام، لغايه ربع ساعه ما تزوديش، لان كل ما هتسيبيه على النار هيبقى بعد التخليل هيبقى مستوي قوي. على اساس انا بقول 5 دقايق على اساس يقعد معايا في التلاجة فترة طويلة بعد التخليل. المية دي مفيدة جدا يا جماعة للشعر. ممكن تشطفي بيها شعرك بعد الشامبو، بس صفيها الاول واشطفي بيها شعرك، بتنعم الشعر جدا. احنا غليناه لمدة 5 دقايق، هنسيبه يبرد بقى. شايفين الليمونة صفتت ازاي؟ ده لمدة 5 دقايق بس. زي ما قلت لك، عايزاه 5 دقايق تمام، 10 دقايق تمام، لغاية ربع ساعة ما تزوديش عشان ما يتهراش معاكي. معايا حبة البركة ومعايا عصفر ومعايا كركم، وده الملح البحري الخشن، ده كويس جدا للمخللات وصحي كمان عن الناعم اللي احنا بنجيبه. هنعمل بقى المحلول الملحي. لكل كوباية من دي من بتاعة الشاي الكبيرة دي أو شوب العصير الكبير، معلقة مليانة هرمية من الملح، وده معيار الملح. أنا حط دلوقتي معاكم أدا 3 4 على 4 مية، وحطيت حاجة بسيطة كده من الكركم. يعني لو بالمعلقة الصغيرة حطي نص معلقة صغيرة، ودي معلقة كبيرة من العصفر، وهنا برضو حوالي ربع معلقة كده أو نص معلقة من حبة البركة. هنقلبهم مع بعض كويس. ودي معلقة صغيرة من السكر. وخلي بالك ان الملح البحري ما بيدوبش بسهولة، فلازم دوبيه كويس في المية. يعني قلبيه لغاية ما يدوب جدا بالشكل ده. والله هتاكلي صدقيني شوية ليمون هيعجبوكي جدا. الله، طريقة سهلة وجميلة وما تخافيش. يعني في ناس كتير بتاخد الليمون تفضل تغير عليه بالاسبوع، فده يا جماعة ملوش اي لازمة صدقيني. هو هتسلقيه وهتعمليه ولا هيمرر ولا اي حاجة. متصدقيش اللي يقولك هيمرر معاكي، بس انت اعمليه بالطريقة اللي بقولك عليه ده، وبلاش تخلليه في مية الغليان اللي كانت على البوتاجاز، ده ممكن يكون سبب انه يمرر معاكي. المية دي ما بنعملش بيها حاجة، زي ما قلتلك اشطفي بيها شعرك بس. انا حطيت رصيت الليمون ورصيت الفلفل الحامي، ده براحتك، كتري قللي. وهنحط طبعا نتأكد ان احنا حاطين كام ورقة لورا بالشكل ده. هو الكيلو ملالي البرطمان الكبير ده والبرطمان التاني ده منفعش، مليت انا برطمان صغير ازاز كده من بتاع المربى كمان، ده الكيلو بالشكل ده اهو. هننزل بقى بالمحلول الملحي اللي عملناه.
شوفوا بقى هنا انا بضغط بالمعلقه، اتعمدت قدامكم ان انا اضغط كده بالمعلقه، فطبعا الليمون هو مش هيتهرى معايا لان انا غليته لمده 5 دقايق. طب انتي لو كنتي غليتيه لمده ربع ساعه بتعملي حركه المعلقه دي، لا مش هتقدري تعملي حركه الضغطه دي، ممكن يتفتح معاكي جوه البرطمان. عايزاه يتفتح عادي اوكي، يبقى زي الليمون اللي بنجيبه مفتح ده من السوبر ماركت بحبه البركه برضو، بس الفكره ان انا عايزاه يعيش معايا بعد التخليل. انا نزلته كله، اهم حاجه تغطسيه وشويه الزيت دول عشان يمنعوا اي هوا يوصل للمخلل. وبتبدأي بقى تضغطي كويس البرطمان بالشكل ده، وبنبدأ بقى نقفل عليه ونسيبه لمدة 6 أيام. أنا فتحت عليه السابع، كان بصراحة جميل جدا والله، يستاهل بقكم يا جماعة، وحاجة نظيفة ومخلل بجد فظيع. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.